سلسلة تقاريرنا المواكبة لملاحقة قواتنا الباسلة لفلول الإرهابيين المرتزقة الذين روعوا المواطنين وحاولوا المساس بأمن الوطن. التقرير التالي يرصد ملاحقة وحدة من قواتنا الباسلة لفلول الإرهابيين في بساتين الرازي وضبطها لقواعد صاروخية مصنعة يدويا. تواصل قواتنا المسلحة الباسلة ملاحقة فلول الإرهابيين الذين عاثوا فسادا في أكثر من مكان. هنا في منطقة بساتين الرازي كان الإرهابيون من بين الحارات الصغيرة والبساتين يتعرضون للمواطنين ويعتدون عليهم وعلى سياراتهم ومساكنهم لترويعهم. في عملية نوعية وسريعة لاحقت وحدة من قواتنا المسلحة هؤلاء الإرهابيين في بساتين الرازي ضمن الحارات والمزارع، مشددة الخناق عليهم وحاصرتهم، فقتلت العديد منهم وألقت القبض على آخرين. وقد تم اعتقال عدد من الإرهابيين في مجال الصرف الصحي التي اختبأوا بها بعد أن دل المواطنون عليهم. عدد من عناصر المجموعات الإرهابية المسلحة هربت وفرت إلى داخل بساتين الصبارة. الآن قواتنا المسلحة الباسلة تستعد لمواجهتها. في خلف هذا الساتر الترابي تتمركز عناصر من المجموعات الإرهابية المسلحة. قواتنا الباسلة الآن تتمركز خلف الساتر وتقوم بالتعامل بشكل جيد مع هذه العناصر الهاربة. جينا لهون على منطقة المزة خلف البساتين تلبية لنداء المواطنين حتى نكافح هذول الإرهابيين. تابعنا فلول الإرهابيين وراء بساتين الرازي وكيف مشطناهم وكانوا متخبئين بالمجارير وطلعناهم من قلب المجارير وتم القضاء عليهم. طبعا نحن جينا تلبية لنداءات الأهالي لأن المسلحين عوفون حالهم بالليل، يداهمون بالليل، يقتلوا بالعالم، ينهبوا فيهم. لقينا كم واحد ساري له مصاري، في واحد ساري له شي 20,000 ليرة. المواطنون في حي بساتين الرازي رووا لنا تفاصيل وحقيقة ما كان يجري. كانوا الوضع يعني مثل المأساة، يعني صاير مثل مدينة الأشباح. واشوف لك غير العالم للتمام مسلحة رايحة جاية وقطعوا برزقتنا ورزقة العالم. شو بدنا نساوي يعني؟ لا حول ولا قوة الا بالله. ونحن من الجيش الحمد لله على السلامة. يعني عايشين بخوف، ما نشوف الا ضرب بالليل، ما تعرف من وين. شو بدنا عم نستنى كنا الجيش يحمينا والله. اي والله. هلا كيف صار الوضع؟ هلا الحمد لله اجى الجيش يعني اطمن قلبنا. 3 ايام العصابات الارهابيه فاتت كسرت وضربتنا وهانتنا وفاتت لجوا. كان والله عندنا هون عصابات ارهابيه وما عم يخلونا نطلع محاصينا بس بيتنا. الحمد لله اجى الجيش والله حمانا والله يحميهم وينصر هالبلد. عاملين لنا نحن دروع بشريه، حاطين لنا متارس. هلا اجى الجيش وحسينا بالامان، حسينا بالراحه بوجودهم. مسلحين فاتوا على هيك وصاروا يضحكوا على الشباب وياخذون طرفهم وهيك، بس الشباب الحمد لله كانوا اوعى من هيك. وبعدين هلا الحمد لله فات الجيش وحسينا شوي بالامان يعني، بس كان كثير ابدا ما بيخلينا نطلع، ما بيخلينا نساوي شيء، لا بيخلينا نطلع حتى نجيب الخضره ولا الاكل. الحمد لله هلا يعني حسينا شوي بالامان بعد ما فات الجيش. كما ضبطت وحداتنا الباسلة ضمن بساتين الصبارة قواعد صاروخية مصنعة يدويا، إضافة إلى بنادق آلية ورشاش BKC وعددا من العبوات الناسفة وقنابل دفاعية وهجومية ومواد متفجرة وقواذف RPG وقذائف أنيرجا إسرائيلية الصنع وكميات كبيرة من الذخيرة. وتم ضبط أجهزة لاسلكية وبزات عسكرية وصواعق كهربائية وأجهزة وأدوية طبية مسروقة. واصلت قواتنا المسلحة الباسلة أداء واجبها الوطني في القضاء على فلول الإرهابيين في عدد من المناطق، واليوم هي أكثر إصرارا على القضاء على أي مجموعة إرهابية مسلحة تحاول ترويع المواطن أو تدمير البلد. كريم الشيباني لأخبار التلفزيون، بساتين الرازي.